كل من رأى مصعب وكأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية تلزمنا، النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هو مش قادر يروح المدينه، في الفتره اللي قبل ما يروح المدينه باعت مين؟ سيدنا مصعب. سيدنا مصعب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من راى مصعب وكانه راى النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا مصعب كان من اغنى الناس، كان بيت ثري جدا في مكه وكذا، وعذب وضرب وكذا وهاجر، حتى ان سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، سيدنا عبد الرحمن بن عوف ثاني من اسلم من الرجال، ورجل من اثنين فقط هو ابو بكر الصديق اما النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا بالنبي، يعني النبي كان مأموما وهو امام. سيدنا عبد الرحمن بن عوف مرة هو جالس فأتي له بطعام وشراب، ماء بارد وأكل وكذا، فنظر الأكل ثم بكى واستعبر وقال يعني قد أدركت مصعب وهو خير مني. وهم بيكفنوه، قتل في أحد مصعب بن عمير. يقول يعني إذا غطوا قدميه بانت رأسه، إذا غطوا رأسه بانت قدميه. وقد يعني نخشى أن يكون يعني قدمت إلينا الحسنات في الدنيا يعني وليس لنا نصيب في الآخر. فهو يعني لما أراد أن يضرب مثال بحد أفنى نفسه في الإسلام ضرب مثال بمصعب بن عمير. ده راجل مرفه، ترك مكة وهاجر وأسلم على يديه معظم الناس. يعني مصعب نقدر نقول كل من دخل الإسلام من الأنصار وهم سادة الناس، هم الذين حملوا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروا دينه، هو مصعب بن عمير. ولم يعش فلم يرى انتصار ولا كذا، بل قتل وهو يظن أن النبي قتل. يعني هو سيدنا مصعب قتل في أحد، يعني لم يرى شيء. هو انتصر في بدر وظن وصار الخبر وصل الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل في أحد، فقاتله وحتى رؤيا وهو يضرب بالسيف ويقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. والآية لم تنزل سمة، يعني لم يكن نزل قرآن بهذا المعنى. هو كان من فهمه للدين يعلم أنه ولو قتل النبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن يقاتل الناس على ما قاتل عليه النبي. فكل الأنبياء الذي بعثوا قبل النبي هو الراجل حافظ القرآن، فالقرآن كان نزل معظمه. احنا دايما القرآن، ودي ملاحظة مهمة جدا يا اخوان، ان معظم القرآن نزل في مكة. خلاص، فمصعب بن عمير من فهمه للقرآن وقصص السابق وقصص الأنبياء وأخبار الأنبياء والأنبياء الذين قتلوا في سبيل الله والأنبياء الذين يعني قتلهم بنو إسرائيل وكذا. فبعض الصحابة ترك السيف ولم يقاتل، يقول فقد قتل النبي. ومنهم من قال قوموا فقاتلوا فموتوا على ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من زاد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه حي وكذا، زاد عليه فقتل دون أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قاتل ويعلم أن النبي قد قتل، ومنهم من فرق. فسيدنا مصعب كان ممن قاتل حتى قتل وهو يعلم أن النبي قتل، ويقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. يعني وإن قتل فهو ليس بدعا من الرسل، يعني ليس شيء جديد في دنيا الناس. أما الأنبياء فقد قتلوا قبله، فلو كان قتل فمحمد ليس هو الرسالة، هو مبلغ الرسالة. أما الرسالة فمعنى فقوموا فقاتلوا على أو موتوا على ما مات عليه.